الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه يوافي نعم الله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا محمد بن عبد الله خير خلق الله وأكرم رسل الله، كرمه ربه بالصلاة عليه، وكرم الملائكة بأمرهم بالصلاة على الحبيب محمد، وكرم المؤمنين من أمة الحبيب محمد فقرنهم تكريما وتعظيما بالملائكة، وقرنهم وأمرهم بذات ما أمر به الملائكة تكريما وتعظيما لهم، فأمرهم بالصلاة على الحبيب محمد، فقال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد كما تحب أن يصلى عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه، صلاة تذهب بها همومنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها حاجاتنا. وبعد أحبتي وأحبة رسول الله، لا زلنا في ظلال شهر الله المحرم، ذلك الشهر الحرم، ولا زلنا أحبتي وأحبة رسول الله مع ذكرى هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والدروس المستفادة من تلك الهجرة. ومن الدروس المستفادة من تلك الهجرة أن الشباب هم عماد أي أمة، فلا تقوم قائمة لأمة بغير شبابها. فإذا أردت أن تحيي الإسلام فأحيي شباب الإسلام، وإذا أردت أن تعيد إلى الإسلام مجدا فأعد إلى شباب الإسلام مجدهم حبيبي وحبيب رسول الله. وذلك ليس كلاما مرسلا أو كلاما نردده على الأسماع وفقط، ولكنه قول ربنا ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم ووصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أهل الكهف أهل الإيمان الذين خرجوا من الكفر والعصيان لله وهربوا بدينهم يبتغون رضوان الله، يصفهم رب العزة إنهم فتية. ده شباب مش كبار سن، ما كانوش هربانين بدينهم لأنهم كبار سن، لا ده فتية، وهربوا عشان يقيموا دين الله، عشان يحيوا قول لا إله إلا الله. يبقى لما تحب تحيي ده، لما تيجي تنظر إلى عصر صحابة رسول الله ورسول الله وتتمنى أن تكون في هذا العصر وأن تحيا هذا العصر وتحيا عدل هذا العصر وسمات هذا العصر، عايز تحيي ده وعايز تعيش في العصر ده، عيش في عصر الشباب. لما نمسكها موازاة بالقرآن، ربنا لما اتكلم على أهل الكهف قال إنهم فتية، دول شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إيه اللي ميزهم عن الشباب العادي وعن الفتية العاديين؟ أنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فأنت عايز تبقى في مجتمع سوي ومجتمع متقدم، عليك بثلاث حاجات: أن تعتني بالشباب، أن تعتني بالإيمان بالله، أن تطلب الزيادة في الهدى من الله سبحانه وتعالى. طيب، دول أصحاب الكهف. مرورا سيدنا إبراهيم حين حطم الإصنام بمعوله، ماذا قال عنه أصحاب الأصنام؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم. لم يقولوا رجلا، لم يقولوا شيخا، فتى، سمعنا فتى يذكرهم.
شاب عايز للدين ده تقوم له قائمة، فعليك بالشباب. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سيدنا يوسف حين فقد من أبيه كان صغيرا، شباب. ثم نأتي إلى عمر البعثة. احنا كلنا فاهمين ان الشباب ده عمر من 15 ل 20 25 30 سنة كبيره، ده اللي هو الشاب. مين اللي قال كده؟ حبيبي وحبيب رسول الله. وسيدنا إبراهيم حين أرسل إليه، أرسل ليه هو في عصر الشباب ولا في عصر الشيخوخة والكبر؟ سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ليه هو في سن كام؟ 40 سنة. وزودنا إن أمات قيام الشيء هو الشباب، وربنا اللي قال لنا كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40، لما تتواتر أن إرسال الرسل تكون في سن 40، يبقى سن 40 ده سن الشباب. يبقى الخطبة اللي بنتكلم فيها النهارده على اهتمام بالشباب ده مش عايزة الشباب الصغير بس اللي من 15 سنة و20 و25، لا، ده واخدة من 15 سنة فيما فوق، حبيبي وحبيب رسول الله. طب الشباب دول احنا عايزينهم النهارده بمعيار رسول الله، بمعيار زمن رسول الله، بمعيار صحابة رسول الله. يوصلوا له ازاي؟ اللي احنا بنعمله النهارده. ان احنا نيجي النهارده نعمل وصل بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه حالنا الآن. شوف كيف كان الشباب في عهد رسول الله وكيف صار الشباب في عهدنا هذا، ونقول أنهم ينتسبون إلى أمة الحبيب محمد. لنقف مع أنفسنا وقفة صراحة. علي بن أبي طالب وهو لم يتجاوز 14 من عمره يبيت في فراش رسول الله يوم هجرة النبي. نشرد الذكرى بتاعت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستقي منها الدروس بقى. سيدنا علي أسلم وعمره 10 سنوات، نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعمره لم يتعدى 14 عاما، وهو يعلم أنه بخارج الباب من يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يريد من قتل من في هذا الفراش حبيبي وحبيب رسول الله. طب إيه اللي نايم علي في فراش النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو في هذا السن من الحداثة؟ إيمانه بالله. يبقى أنا عايز أول دولة أجيب شباب وأثقلهم بالإيمان بالله، ثم أنشئ عليهم ما شئت حبيبي وحبيب رسول الله، فلن يحدث لهم اعوجاج ما دام خلاص تمسك بالإيمان بالله. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ليه ما استعانش بأحد الشيوخ؟ قد يرقف به الكفار فلا يقتلونه إذا اكتشفوا أنه ليس رسول الله. ذلك لأن رسول الله على منهاج رب العزة يعلم أن قوة تلك الأمة في شبابها، وأن الشاب من دول لازم وهو شاب صغير كده أقدر لازم تختبره. لازم لما يوصل سن 15 16 سنة ما نقولش اللي احنا بنردده بقى، لا ده خلاص اصل سنه مراهقة فيعني فوته شوية، لا اصل انت ما ينفعش تورث عليه، لا بالعكس ده انت بتعده لمرتبة الرجال. ده سن 15 سنة ده مش سن المراهقة، ده سن التكليف والبلوغ. انت خلاص انت بدأت تستلم واحد. لو بقى عندك ابن سن 15 سنة فيما فوق، ده انت بدأت تستلمه في سن البلوغ، بدأت تستلمه في سن التكليف، بدأت تستلمه في سن الإعداد للرجولة حبيبي وحبيب رسول الله. سيدنا علي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في هجرته شاب ولم يؤمن بعد، ما كانش دخل الإسلام لسه، ولكنه شاب اعتمد عليه رسول الله. ليه؟ لحسن خلقه، لما عرف عن العرب بحسن الخلق. لا ده مش هيشي بيهم، ده خلاص ائتمنون
فلن يخونهم، واتصفت فيه صفة قيام الأمة ألا وهي الشباب. طب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لديك العديد والعديد من أمثلة صحابة رسول الله. مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ذلك الصحابي الجليل، شاب عاش ومات شابا. سعد بن أبي وقاص قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام، أعلمكم بالحلال والحرام. توفى عن 38 سنة، عاش 38 سنة. ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام. طب عرف ده منين حبيبي وحبيب رسول الله؟ توفر في صفتين اللي احنا لسه قايلينهم: شاب واجتهد في طاعة الله فعرف الحلال وعرف الحرام، وصح أن يصفه رسول الله، ورسول الله لا يجامل حبيبي وحبيب رسول الله. فتصور لما رسول الله يصفه بأعلمنا بالحلال والحرام. عايز أكثر من كده؟ في الهجرة برضه أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر مدت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالطعام طوال الرحلة، وكان عمرها في ذلك الوقت 28 عاما. 28 سنة، شابة اعتمد عليها رسول الله وأبا بكر كأن تصل الطعام إليهما في الغار وفي أماكن رحلتهما حبيبي وحبيب رسول الله. ثقة، اوجد الشاب واثقله بالإيمان بالله، ثم انتظر منه نتيجة حبيبي وحبيب رسول الله. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد. أسامة بن زيد في هذا الوقت كان عمره 20 سنة، وكان معه في الجيش أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد. كل دول في الجيش تحت قيادة مين؟ أسامة بن زيد. طب دول أكبر منه سنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن الشباب أحوج للقيادة. نشوف بقى الجملة الجميلة اللي بيقولها بعض علمائنا: أحوج بقيادة الشباب في هذا التوقيت تحت راية الشيوخ. يعني إيه؟ يعني أسامة بن زيد تأجبا هو أصغرهم سنا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وقاد هو الجيش، ولكن استفاد بخبرة الشيوخ أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد. في عهد أبي بكر، في عهد أبو بكر الصديق، خرج جيش من جيوش المسلمين لملاقاة الروم، عين عليه أبا بكر الصديق قائدا أبو أيوب الأنصاري أحد الأنصار، عينه عليه على هذا الجيش سيدنا أبا بكر الصديق، وعين نائبا له يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية في هذا التوقيت وطلع نائب لقائد الجيش كان عمره قد ايه حبيبي وحبيب رسول الله؟ 14 سنة. 14 سنة وطلع نائب لقائد الجيش. ويشاء ربك أن يمرض أبو أيوب في الطريق، فيأتي بيزيد بن معاوية ويقول له: يا يزيد، أوصيك إن أنا مت قبل أن تفتحوا القسطنطينية فادفني عند أسوارها. لو أنا مت في مرض ده ادفني يا يزيد عند أبواب القسطنطينية. ثم مات أبو أيوب. أنا عايز حضرتك كده حط نفسك مكان يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية 14 سنة ونائب لقائد الجيش. توفى قائد الجيش وتولى يزيد بن معاوية، وانتظر باقي الجيش والجنود في الجيش أمر يزيد بن معاوية. هنهجم، هنستعد، هنعمل ايه؟ فكان أمر يزيد هو إنفاذ وصية أبو أيوب الأنصاري. احنا بنسوق الكلام ده ليه؟
عشان الشاهد اللي هيجي في آخر هذه القصة. أبو أيوب الأنصاري أوصى أن يدفن عند أسوار القسطنطينية ولم يدخلها المسلمون بعد، ويزيد ذات 14 عاما قائدا للجيش، وإذا به يأمر بعد السرايا أن تخرج بجثمان أبو أيوب الأنصاري ويخرج معه ليدفن أبا أيوب عند أسوار القسطنطينية. فلما لقى الروم وجد الروم ذلك خرج إليهم قائد الروم ببعض قواتهم، فلما وجد ما يصنعون، لا جايين يهاجموا ولا بيحاربوا، ده جايين يحفروا عند السور ويدفنوا أحد موتاهم وينصرفوا، فقال إليكم عني من أنتم؟ قالوا نحن جيش المسلمين. قال فمن قايدكم؟ قالوا هذا، وأشاروا على يزيد بن معاوية. فقال ملك الروم أهذا؟ يعني أنتم جايين تحاربوا وجيش مسلمين وجايين تقابلوا الروم بقائد كل عمره 14 سنة، بالبلد زي ما احنا بنقول كده حتة عيل. جيوش الروم وما نسمع عنها، وجيوش المسلمين ولقائها مع جيوش الروم، ويوم يبعثوا لهم قائد، بعتين قائد عمره 14 سنة. فقال وما هذا؟ احنا 14 سنة اللي انتم جايبينه ده؟ قال أنا يزيد بن معاوية. قال ابن من؟ قال ابن معاوية بن أبي سفيان. قال وما تفعل؟ قال ندفن صاحبنا حيث أمرنا وأوصانا على أسوار القسطنطينية. قال يا ابن معاوية، واسمع حبيبي وحبيب رسول الله لهذا الحوار الإقراء. قال يا ابن معاوية وما أدراك إذا وضعتموه وانصرفتم أن آتي وجنودي فأنبش قبره ثم أخرجه فأرميه للكلاب والسباع. أنتم لسه ما فتحتوش القسطنطينية وجاي تدفن أحد أصحابكم مع مسؤول القسطنطينية. أنت إيه اللي يضمنك إن أنت بعد ما تخلص وتمشي ما تجيش أنبش القبر واخد ده الصحائب اللي أنتم بتقولوا عليه ده يرميه للسباع والكلاب. وكان يزيد يحدثه واقفا فجلس استهانة بملك الروم، ثم قال، واسمع بقى حبيبي وحبيب رسول الله لما يبقى شاب متربي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ويعلم أن لا يصيبه إلا ما قدر الله له، ويعلم أن النصر بيد الله وأن النصر في طاعة الله. وده اللي احنا عايزين نعلمه لشبابنا. أنا مش عايز أعلمك إن كتر المذاكرة اللي هتنجحك، لا، كتر طاعتك لله اللي هتفتح لك أبواب العلم، كتر محبتك لرسول الله اللي هتفتح لك أبواب التفوق. هو ده اللي نعلمه لشبابنا. فجلس يزيد بن معاوية وقال يا هذا اسمع يا كلب الروم، أقسم بالذي أعزه ولا تعزه. أنا بقسم بالله اللي أنا بعزه وبقدره وأنت ما تعرفوش. أقسم برب من أوصاني أن أدفنه ها هنا، برب أبو أيوب الأنصاري. لئن سمعت أو علمت، لو جالي بس خبر، لئن سمعت أو علمت أنه تطاير تراب قبر أبا أيوب الأنصاري لأقسمن بالله لا أدع روميا ولا يهوديا على سطح الأرض. ده أنا لو سمعت بس، مش إن أنتوا نبشتوا قبره، إنه التراب بتاع قبره تطاير حتى بس كده، ده أنا بقسم بالله لا أخلي لا رومي ولا يهودي على سطح هذه الأرض. فأنا عايزك كده حبيبي وحبيبي رسول الله تعقلها. واحد لسه ما حاربش ولسه ما انتصرش ورايح يدفن أحد صحابة رسول الله عند باب القسطنطينية، وطالع الملك بيكلمه وهو بيكلمه بهذا العز وبهذه الثقة أنه سينتصر وأنه سيأتي إلى هنا، بل يتوعده إن مس أحد هذا التراب. جاب الثقة دي منين حبيبي وحبيب رسول الله؟ إلا بثقته في قول الله وقول رسول الله. هو ده اللي احنا عايزين نربي أولادنا عليه. فقال ملك الروم وعيسى لأحرصنه ولا يمسه سوء. جاب هذه الرهبة منين؟ بشعوره بثقة
يزيد بن معاوية بالله وبقول الله. ده اللي احنا عايزين نربي عليه عيالنا حبيبي وحبيب رسول الله. انك شاب انت مش طالع 15 سنة ده سن مراهقة بقى، ده انت تلعب، ده انت تعمل، ده انت تدلع. لا حبيبي وحبيب رسول الله، ده انت سن 15 سنة ده انت خلاص، ده انت دخلت في سن التكليف. ده انت تيجي النهارده عشان اسالك وتسالني ونراجع مع بعض انت عملت ايه في فروضك النهارده؟ انت اديت ايه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت عملت ايه في تعلم العلم الذي فرضه علينا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. فريضه بالسنه، طلب العلم ده فريضه نقعد نحاسب عيالنا عليه. المسلمين فتحوا الاندلس وأضاءوا مصابيحها ومهدوا الطرقات فيها، وأوروبا اللي احنا بنفتخر بها النهارده كانت لا تعرف ما هي المصابيح، كانت لا تعرف ما هي الطرق الممهدة. عملوها بيه حبيبي وحبيب رسول الله؟ بتقوى الله. شباب وتقوى الله، شباب وتقوى الله، هو ده اللي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش معنى كده ان عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه شباب زي شبابنا بيغلطوا، لا كان في شباب بيغلطوا، بس كان ليهم مرجع جميل جدا يا ريت يبقى موجود عندنا. كان اذا هم احدهم بخطأ عاد الى رسول الله، فاذا اتى الخطأ عاد فاستغفر وعاد لرسول الله، ثم اذا ثبت عليه الخطأ عاد لرسول الله ليقوم عليه، ليقيم عليه الحد. يبقى كانوا رافضين عماد حياتهم كله بكتاب الله وسنة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في عز دعوته يأتيه رجل صحابي، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، يا رسول الله إذن لي بالزنا. والرسالة دي أنا بوجهها لنفسي وليكم ولكل شبابنا اللي بيقعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أو بيقعدوا على الإنترنت، والذي سهل لنا طريق الوصول والتواصل مع الأطراف الأخرى بنية حسنة أو سيئة. هذا الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا. بص يا رسول الله، أنا كل حاجة أنا ملتزم معاك بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة كل حاجة، والمعاصي الكذب والغيبة أنا كل ده أنا بعيد عنه، لكن في حاجة كده دي مش قادر أشيلها من جوايا، العاطفة دي أنا مش قادر أشيلها. إذن لي بقى يا رسول الله بالزنا، يعني اسمح لي من وسط المعاصي كده يكون مصرح ليا بالزنا. طب هو راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ وليه في الزنا دي بالذات راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم الفصل؟ لأن الزنا كبيرة، والكبائر الحدود حبيبي وحبيب رسول الله، والكبائر تذهب الصغائر. وهتفتكر ان انت لما تعمل كبيره وتعمل قصادها حسنات كتير ان دي ليها، لا حبيبي وحبيب رسول الله، احذر ان ترتكب الكبائر. ليه؟ لان العلماء قالوها المشكله مش في انك تعصي، المشكله انك لا تنظر الى من تعصي، انت بتعصي مين؟ اوعى تستصغر ذنب تقول ده كذبه صغيره، دي كذبه بيضه، لا، انت الكذبه دي كذبتها وانت عارف انها كذبه. ليه؟ وعلى مين؟ وعارف ان مين اللي محرمها ومع ذلك عملتها. فاذا كان ده في الصغائر انت مالك بالكبائر؟ انت متصور الكبائر تبقى ايه؟ ياتي رجل لرسول الله ويقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فيهم صحابه رسول الله بتعنيفه، هم ان هم يزعقوا له ينهروا يضربوا. انت جاي تسال رسول الله في كده؟ جاي تسال رسول الله اللي جه اسلامه بمحاسن الاخلاق ومكارم الاخلاق تساله ان ياذن لك ويصرح لك في الزنا؟ انت جاي تساله في كده؟ فقال رسول الله: على رسلكم اتركوه. ثم دعا الشاب وقال له: اترضاه لامك؟ انت ترضى؟ انا ممكن اصرح لك بالزنا، بس لو صرحت لك بالزنا انت ترضى ان انا زي ما صرحت لك اسرح لحد ويزني بامك؟ قال: لا يا رسول الله، بابي انت وامي. امي ايه اللي هقبل ان هي يزنى بها؟
أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. أتأباه لخالتك، لعمتك، لزوجتك؟ والرجل يقول لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يرضونه لأمهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا زوجاتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. المساواة اللي عملها الإسلام أصرح لك بده إزاي وأنت بتحرمه على الآخرين؟ لا، ده حرام عليك وعلى الآخرين. ثم دعا الرجل فوضع يده الشريفة على قلب الرجل وقال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه وغض بصره. يقول الرجل فدخلت لرسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما شيء أبغض علي من الزنا. والنهارده نقعد نقولها لشبابنا حبيبي وحبيب رسول الله. شبابنا اللي بيقعدوا يتواصلوا ويتصلوا بهذه وتلك، أو أخواتنا اللي بيتصلوا بهذا وذاك، حبيبي وحبيب رسول الله، إذا كان هذا وذاك لا يراك فاعلم أن ربك ورب هذا وذاك يراك. اعلم أنه ما دامت لك أعراض تغار عليها فللناس أعراض تغار عليها. اعلم أن الزنا دين يؤدى لك في الدنيا قبل الآخرة. وهتفتكر أن أنت عشان عملت وقعة زنا وفلتت بيها ما حدش عارف بيها ان دي كده خلاص راحت. والله ما لم تتب لترد لك في الدنيا، ترد لك في الدنيا. هذه من الديون التي تخلص في الدنيا ويستكمل لك بها العقاب في الآخرة. فأنت عايز إيه تاني حبيبي وحبيب رسول الله؟ الشباب هم عباد هذه الأمة. الشباب هم الذين ينهضون بمثل تلك الأمة. لذلك وجب علينا أن نحسن إعداد هؤلاء الشباب. وإذا كنا نتحدث عن رسول الله فقد علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما من يوم الجمعة إلا في الساعة الإجابة. فضل الله لكم كل من شاء. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده الله ورسوله. إذا كان الشباب أحبتي وأحبة رسول الله من هذه الأهمية بمكان، وهم أصحاب السنوات الطوال، يعني احنا الطفولة بنقول عليها من سن يوم لغاية 8 سنوات، ثم من 8 ل 15. الشباب من 15 احنا قلنا لما يعدل 40 اللي بعد تجاوز 40 مصداقا وتصديقا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأنبياء في عمر 40. طب إذا كان عمر الشباب يمتد طوال تلك الفترة، ما سألتش نفسك حبيبي وحبيبي رسول الله ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى مد هذه الفترة خلاها أطول فترات العمر؟ عشان لما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ان ربنا ما ظلمكش. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وفي رواية عن 5، تعرف انك ما اتظلمتش، لان ال4 دول او ال5 دول في احدى الروايات منهم 2 اولهم عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. بتتسأل عن حاجتين الاثنين متداخلين في بعض، بتتسأل عن عمرك إجمالا وبتتسأل عن فترة الشباب خاصة. لذلك فترة الشباب من الأهمية بمكان. الأهمية بمكان ليه؟ لأنك هتتسأل عليها على وجه الخصوص أمام يد الله سبحانه وتعالى. شبابك فيما أبليته، فيما أفنيته، وعمرك حتى بما فيه فترة الشباب دي أنت عملت فيه إيه؟
فإذا كان الجزء الأعظم من عمرك اللي هو فترة الشباب هتتسهل عليه بصفة خاصة. أنت عملت فيه إيه؟ قدمت فيه إيه؟ قدمت فيه إيه؟ لنفسك ولدينك ولنبيك صلى الله عليه وسلم. ها هم عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول: وقفت فإذا بجواري غلامين صغيرين، فما كان أخوفني منهما في ذاك اليوم. أنا واقف وأول حرب بين المسلمين والكفار، وبجد إن في اتنين اللي واقفين على يميني وشمالي ده غلامين صغيرين. وفي الحرب أنت عارف أنت بتقاتل، فلو جالك أكثر من واحد اللي على يمينك وعلى يسارك بيساعدك. لما الاقي جنبي غلامين يبقى لازم أخاف. يقول عبد الرحمن: فما أخشاني منهما في ذلك اليوم، فإذا بي أجد الذي على يميني يغمس في يزني عماه. شفت الأدب؟ طلع جهاد وطالع مع رسول الله ويقف بجوار عملاق عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك ما قالش هو بيجاهد وأنا بجاهد يا عبد الرحمن أو يا سيد عبد الرحمن، لا، عماه شقيق لأبيه، جعله شقيقا لأبيه في الإيمان. عماه: أتعرف أبا جهل؟ قال: وما بالك وبال أبو جهل؟ قال: سمعت أنه أساء الأدب مع رسول الله، فأقسمت بالله لئن رأيته لا يترك سوادي سواده إلا أن أقتله أو يقتلني. فقال: على رسلك. فإذا بالذي على يساره يقول له ذات ما قال شقيقه: عماه أتعلم أبا جهل؟ قال: وما شأنك وشأنه؟ قال: سمعت أنه أساء الأدب مع رسول الله. فأقسم إن رأى سواده سوادا ألا يفارقه إلا أن يقتله أو يقتله أبو جهل. يقول: فلما بدأت المعركة قلت لهما: هذا بغيتكما، اللي هناك ده هو أبو جهل. فانطلق عليه فانقض عليه فقتلاه، ثم أسرع إلى رسول الله كلهما يذهب بنفسه ويقول: يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، أنا قتلت أبا جهل، فخرا لرسول الله. وليه حبيبي وحبيب رسول الله؟ عشان سيبوا انه اساء الادب مع رسول الله. طب وانت بتسمع ايه النهارده حبيبي وحبيب رسول الله؟ لما تسمع ان حد بيتجرأ على صحابه رسول الله، لما تسمع ان حد بينكر احد معجزات رسول الله، لما تسمع ان حد بيتجاوز مع احد التابعين الموثوق فيهم والثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا فين؟ هم خدتهم الغيرة عشان بس سمعوا، ده ما شافوش او سمعوا بنفسهم، ده تناقل اليهم ان ذلك الرجل مش اخطأ، لا، ده اساء الادب، اساء الادب مع رسول الله. يعني كان هناك ادب ولكنه اساء هذا الادب، فاقسموا الا يتركوه. فاحنا فين بقى في شبابنا النهارده؟ الحمية دي مع رسول الله ومع صحابة رسول الله. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ما بنقولش الكلام ده عشان نبقى ماشيين بعمم وماشيين بندعو بس لله، لا، لانك لو بتحب رسول الله كده كنت هتعمل اللي علمنا رسول الله. سيدنا رسول الله اتى بأسامة بن زيد وقال: يا أسامة عليك بكلمات اليهود فتعلمها فإني أريد أن أحسنها. تعلمها عشان لما أتكلم معاهم، لما نقرأ مخاطباتهم نعرف نحكمها. يروى أن أسامة بن زيد أتقن لغة اليهود في 15 يوما. طب أنت النهاردة عشان تتعلم لغة تانية هتاخد وقت قد إيه حبيبي وحبيب رسول الله؟ لكن هو عملها في 15 يوم ليه؟ حبا لرسول الله. ده انا هبقى ترجمان رسول الله، ده انا اللي هترجم لرسول الله، ده انا هبقى ملازم لرسول الله في الاتفاقيات والمعاهدات والاحاديث. فنتعلم من ده ايه يا حبيبي وحبيبي رسول الله؟ نشجع شبابنا بقى، نشجع شبابنا ان هم يتعلموا. يقال ان اسامه هذا
في عام واحد أتقن 5 لغات مختلفة في سنة واحدة. ليه؟ عشان يزدادوا قربا لرسول الله. طب انت شوف ايه اللي بيحفز ابنك الشاب ده وعلمه. بيتقن اللغة وبيحب اللغة، علمه لغة. بيتقن غيرها من أسباب العلم الدنيوي أو الديني، شجعه عليه حبيبي وحبيب رسول الله، حببه فيه، دخله فيه مسابقات، خليه يقابل الكبار في هذا الباب من أبواب العلم حتى يزدادوا شغفا ليه. ليه؟ ده الرسول اللي علمنا بكده. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. زي ما المفروض انك تراجع معاه الصلاة والصوم والزكاة، راجع معاه انت كمان اتعلمت ايه النهارده؟ انت مستواك في التعليم عامل ايه؟ انت شايف نفسك بكره فين بين أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا رسول الله لما اختار أسامة وخلاه على الجيش وهو سن 20 سنة، اختاروا ليه؟ لتميزه. سيدنا أبا بكر لما خلى يزيد بن معاوية ذات 14 سنة نائب لقائد الجيش، ليه؟ مجاملة لمعاوية؟ حاشا لأبا بكر، ولكنه حبيبي وحبيب رسول الله التميز. احنا عايزين مجموعة من الشباب دول يكونوا متميزين كده. اقول لحضرتك حاجة، سيدنا عمر بن الخطاب ذات مرة يجلس مع أصحابه فتحدثوا عن رسول الله وعن سيرة رسول الله وصحابة رسول الله، ثم بادرهم سيدنا عمر بسؤال. احنا خلاص اتكلمنا بقى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أحداث سيرة النبي وعن الصحابة وعملوا ايه مع رسول الله. فبادرهم سيدنا عمر بسؤال، قال أيكم تمنى وما أمنيته؟ أنا لو طلبت من كل واحد فيكم كده يتمنى أمنية، هيتمنى إيه؟ فقال هذا والله إني لا أتمنى أن تملى علي هذه الدار مالا فأنفقه في سبيل الله. وقال آخر وإني لا أتمنى أن تملى علي هذه الدار ذهبا وفضة فأنفقها في تجهيز جيوش رسول الله. وآخر إني لا أتمنى، كلهم بيتمنوا وكلهم أمنيتهم بتصب رضاء لله ولرسول الله. فلما فرغوا من أمانيهم نظروا إلى فاروق هذه الأمة وقالوا يا أمير المؤمنين كلنا تمنى إلا أنت، ده أنت اللي سألتنا وكلنا تمنينا إلا أنت، فما تتمنى؟ فقال والله إني لا أتمنى أن تملى هذه الدار بفتيان شباب مثل أبا عبيدة بن الجراح وطلحة والزبير بن العوام وخالد بن الوليد. كل أمانيهم كانت في الذهب والمال ينفق في سبيل الله. وفطن عمر إلى أن هذا الذهب والمال لن يأتي إلا بشباب يخرجون في طاعة الله فيغدق الله عليهم من عطائه. أنت عايز فلوس حبيبي وحبيب رسول الله؟ استثمر ده في الشاب اللي عندك. ونرجع لسؤالنا، احنا ليه ربنا خلى فترة الشباب دي أطول فترات عمرك؟ عشان حضرتك تبقى ذات ال 30 سنة ولا 40 سنة وتلاقي ابنك بجوارك شاب خلاص ده عدى مرحلة ال 15 سنة وبقى معاك، فتوقن أن ما ستفعله سيراه ولدك، وأن ما ستفعله سينطبق عليه حديث رسول الله افعل ما شئت كما تدين تدان. اعرف أنك في عمرك الطويل ده هيعدي عليك وقت هتبقى أنت وابنك محظورين في مرحلة الشباب، هتبقى محظورين في حتة إن أنت بتقول له عاملني كويس، في حين هو الوقت شايف أنت بتعامل أبوك إزاي، شايف أنت بتعامل أمك إزاي، شايف أنت بتعامل الفقراء إزاي، شايف أنت بتعامل زوجتك إزاي. فبيبدأ يتسيستم على كده، بيبدأ يتعود على كده. فربنا سبحانه وتعالى خلاك مثل حي شاب في هذه الفترة لشاب أصغر منك ليتعلم منك ويعي عنك. فشوف بقى حبيبي وحبيب رسول الله، انت لو عايز ابنك يعي عنك عايزه يعي ايه؟ ولا يقول قائل انا ممكن اكون كويس بس ابني خارج شويه عني، او ابني مخالف ليا،
إذا كان ذلك فاعلم أن ذلك من باب ابتلاء الله لك، إما ليرفع قدرك أو ليعظم أجرك. طب أعمل إيه وعلاج ده إيه؟ الصبر والمداومة على الطاعة. وزي ما بنقول لشبابنا النهاردة، يتقي الله ويبعد عن الزنا بالعين، باللسان، بالكلمة، عن طريق المواقع التواصل. لا، احنا كمان بنقول لبناتنا يتقوا الله في الشباب. وبنفكر الشباب بمقولة قالها أحد العلماء وهي تاج على رؤوسنا: من حاربك بمعصية الله، ما تجيش تقول لي أصل أنا عكست النهارده، أصل هي كانت ماشية لابسة لبس مش كويس، أصل هي كانت لابسة ضيق، أصل كانت لابسة قصير. لا، علماءنا علمونا اللي خدوا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا: من بارزك بمعصية الله فبارزه بسيف طاعة الله. هي بتبارزك بمفاتن ظاهرة، بارزها أنت بطاعة الله فغض من بصرك. هي بتبارزك بحلو الكلام، أنت بارزها بالاحتشام في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الشيطان عليك سبيلا، ما تفتحش باب بينك وبين أي حد للشيطان حبيبي وحبيب رسول الله. عشان كده ده اللي احنا بنقوله، شبابنا مسؤوليتنا. الأمة النهاردة لو كانت واقعة أو كانت متراجعة فاعلموا إن ده تقصير منا هنسأل عنه قدام رب العزة، إننا ما عددناش الشباب اللي ينهض بهذا المجتمع. لو المجتمع ماشي في إطاره صحيح فنحمد الله ونسأل الله إن هو يوفقنا ويجعلنا طائعين له، وإن احنا ماشيين أبنائنا في طاعة الله. المعيار ده كله وصلاح ده كله هو اللي احنا بنقول الخطبة دي والخطبة اللي فاتت. عايزين صلاح المجتمع، أول خطوة قول الله: ففروا إلى الله. نرجع لربنا بأنفسنا فنحسن ما بيننا وبين الله، ثم نجعل من أنفسنا قدوة لأبنائنا الشباب فيحسنون ما بينهم وبيننا وما بينهم وبين الله. فإذا صلح ذلك صلح حال العباد. أحبتي وأحبة رسول الله، أحبتي وأحبة رسول الله، الشباب هم عماد هذه الأمة، الشباب هم قوة هذه الأمة، الشباب تسأل أنت وأنا عنهم بين يد الله سبحانه وتعالى. الشباب اللي احنا بنشوفه النهارده ببناطيل مقطعة وبناطيل ساقطة طلعوا من بيوتنا وطلعوا من تحت عيوننا، فلو أحسسنا إعدادهم مش هنلاقي المناظر دي. الشباب النهارده اللي بيلاقوا جريمة قتل أو جريمة سرقة ويقف عشان بس يصورها عشان تفضل معاه وبيفتقد للشهامة والنخوة، ده يعرف حبيبي وحبيب رسول الله إنه تربى على أيدينا وإن إحنا اللي أخطأنا في كده. فلازم نوقظ في شبابنا قول الله وقول رسول الله، نذكرهم بأحاديث رسول الله. أنت لو كل يوم ذاكرت مع ابنك حديث من أحاديث رسول الله، يعني في الأسبوع 7 أحاديث، يعني في الشهر 31 حديث حبيبي وحبيب رسول الله. أنت متصور لو أنت كل يوم 5 آيات وحديث، متصور ابنك ده لو ده الورد اليومي بتاعه هيكون ابنك مصيره إيه؟ أو هيبقى حاله إيه؟ وأنت حالك مع المتابعة معاه بهذا المنظر هيكون إيه حبيبي وحبيب رسول الله؟ إذا كان هناك خطأ فلا نلوم إلا أنفسنا، فقد وصل لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه حبيبي وحبيب رسول الله. فإن كان هناك تقصير فمنا نحن أحبتي وأحبة رسول الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا التقصير. اللهم أحينا في هذه الدنيا على كتاب الله وسنة رسول الله، اللهم أحينا في هذه الدنيا على كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا، اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا، اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا. اللهم لا ترانا ولا ترى أبناءنا إلا على ما يسرك يا رب العالمين. اللهم لا ترانا وترى أبناءنا إلا على ما يسرك يا رب العالمين. اللهم أحينا وأحيي أبناءنا على كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم ارزقنا وارزق أبناءنا وبناتنا العفاف يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وارزق أبناءنا وبناتنا العفاف يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك.
اللهم اكتب لنا يا رب العالمين حج بيتك الحرام والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واكتب بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. آمين آمين آمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله يا